السلام عليكم، فيديو جديد وبإذن الله يعجبكم. أول حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم وإن ربنا يشفيهم ويرحم كل الشهداء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الشرح. شرح النهاردة هيكون عن الإيمو. طبعا كلنا عارفين إن الإيمو في مشكلة كبيرة بقاله حوالي شهرين أو 3. تمام. اللي هي المشكلة إيه بقى؟ لو جينا مثلا كده نخش على نسخة الإيمو ديت ونكتب وليكن أي رقم كده ونعمل تمام. نمسح بس. تضغط حسنا هيقولك تم تعطيل حسابك بشكل دائم، وعندك هنا تحت حسنا واعرف المزيد. طبعا انت ما تعرفش انت حصل معاك المشكلة دي ولا انت اتحذرت ليه. زي بالظبط كده اللي هو لما بتتحذر على الواتساب انتاج مشدد، مبتبقاش عملت حاجة وبتلاقيك اتحذرت كده فجأة. بس هنا مختلفة يا سيكا. هنا حصلت مع كل الناس، في اللي مننا قدر يحلها وانا كنت واحد منهم، وفي اللي معرفش يحل المشكلة ديت ولسه لحد الآن معرفش يحل المشكلة ديت، مع ان انا شارح فيديوهين مش واحد على القناة عندي عن حل المشكلة دي. لو جينا كده نخش على القناة هنلاقي ان ده اول فيديو انا شرحه على القناة عندي عن حل المشكلة اللي بتاعت تم تعطيل حسابك على الإيمو. ودي تاني فيديو انا شرحه. الفيديو الاول اللي هو اللي تحت ده اللي هو بقاله 4 شهور، ده كنت أنا عامل كود زي بالظبط الكود اللي هو بتاع الواتساب عشان تفك رقمك من الحظر. كنت أنا عامل كود، بس ده كان كود للإيمو بتفك حسابك بيه. والكود ده فضل شغال حوالي شهر ووقف، يعني الناس استخدمته كتير فالكود وقف. وحاليا الطريقة الشغالة اللي هي الطريقة اللي قبل 3 شهور دي لسه لحد الآن الناس بتفتح بقى الإيمو وشغالة معاهم. بس مش كل الناس، بعض الناس في موبايلات بتشتغل عليها وموبايلات لأ. يعني بمعنى أصح ممكن تشتغل معايا ما تشتغلش معاك، تشتغل معاك وما تشتغلش معايا. تمام. آسف بس اللفة اللي حصلت دي، بس أنا كنت مفعل تقريبا الوضع اللي هو الضرر تلقائي. المهم الطريقة ديت ممكن تشتغل على الموبايل بتاعي ما تشتغلش عندك، تشتغل عندك ما تنفعش عندي. وده طبعا بيكون من الجهاز بتاعك. فايه بقى الحل؟ ايه الحل عشان المشكلة ديت لحد الآن؟ يعني أنا كنت شارح فيديوهين على من 3 شهور ولا 4 شهور، ولسه الناس لحد الآن، يعني معظم الناس اللي بتخش على الواتساب بيخشوا عشان أحل لهم المشكلة دي. فأنا طالع النهاردة أحل لكم المشكلة دي. زي ما قلت لكم في فيديو اللي هو الفيديو ده لسه شغال، الفيديو اللي هو لسه شغال، لسه الطريقة شغالة. انت هتخش تجرب لما تشوف الفيديو اللي انا بنشره ده، هتخش تجرب الطريقة اللي انا شرحها في الفيديو ده. الطريقة نفعت معاك تمام مفيش مشكلة، هتفضل فاتحة معاك الإيمو. تمام. الطريقة ما نفعتش معاك هتدخل على الواتساب، هبقى سايب لك لينك شات تحت في الواتساب، سيب لك لينك شاتي الأول والتاني عشان برضه في ناس بتخش تقول لي في التعليقات أتواصل معاك إزاي. ما أنا حبيب قلبي بقول في الفيديو إن أنا هسيب لك لينك شاتي تحت. لينك شاتي ده اللي هو رقمي للتواصل معايا، هسيب لك رقمين تحت، 1 و2، أيا كان منهم اللي أنت تخش لي عليه هرد عليك. وآسف لو اتأخرت يعني على حد، بس بقى في ضغط والله. فأنت تخش لي على أي رقم منهم هتقول لي عايز أحل مشكلة الإيمو، هبعت لك كود هحل لك بيه مشكلة الإيمو، وإن شاء الله المشكلة تتحل معاك نهائي. وبس كده يا إخواتي، وده بيكون فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.